بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المملكة وملخص إخباري جديد. في البداية وقبل أي حاجة ما تنساش الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش دعم الفيديو بلايك ضروري جدا جدا. الأهلي يفتتح مشوار العشرة بالفوز على سنديب بصاروخية إليو ديانج. كيفن جونسون يكشف سبب مشاركة الدافع بالبدلاء أمام سنديب. إليو ديانج وجه رسالة هامة لجماهير الأهلي وتحدث عن هدفه في سنديب. رسميا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. موعد مباراة الأهلي وسنديب في لقاء العودة بدور الأبطال. تحسن حالة موسيماني واقتراب تعافيه من فيروس كورونا. شوبير يوجه رسالة هامة للكاف بذمتكم ده ملعب. واخيرا ابتسامة محمد صلاح في تدريبات ليفربول حول مصير اللاعب مع ليفربول. كل تفاصيل هذه الأخبار سريعا. الأهلي يفتتح مشوار العشرة بالفوز على سنديب بصاروخية إليو ديانج. حقق النادي الأهلي فوزا على سنديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. سجل إليو ديانج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس. وتقام مباراة الإياب في القاهرة في الأسبوع الأول من يناير القادم. كيفن جونسون يكشف سبب مشاركة البدلاء أمام سنديب. قال كيفن جونسون المدرب العام بالجهاز الفني بالنادي الأهلي إن الفريق حقق المطلوب منه أمام سنديب وفاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالنيجر رغم سوء أرضية الملعب. وأشار جونسون إلى أن فريق سنديب يضم بعض العناصر الجيدة وكان يرغب في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي وضع الجهاز الفني في حساباته. وأوضح المدرب العام أن الأهلي هو الفريق المتوج بالبطولة الأفريقية، وأي فريق يلعب أمامه يرغب في تحقيق إنجاز والخروج بنتيجة إيجابية سوء أرضية الملعب. وأكد جونسون أن سوء أرضية الملعب حرم اللاعبين من تقديم الشكل والأداء الذي اعتادوا عليه، لكن مباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة، والمهم أننا حققنا الفوز في النيجر خلال مباراة الذهاب. وشدد المدرب العام بالأهلي على أن الجهاز الفني منح بعض اللاعبين فرصة أكبر خلال المباراة وفقا لتعليمات المدير الفني بيتسو موسيماني الذي يحسب له الفوز في مشوار الفريق اليوم. واختتم كيفن جونسون تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي الداعمة للفريق، وتستحق أن تسعد بفريقها وبانتصاراته محليا وأفريقيا. إليو ديانج يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي ويتحدث عن هدفه في سنديب بطل النيجر. عبر المالي إليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق سنديب بطل النيجر في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا. مؤكدا ديانج أن الفريق حقق بداية طيبة في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب الأفريقي وسعوا لحظ النجمة العاشرة رغم الظروف التي أقيمت فيها المباراة. وقال إليو ديانج إن المنافس لم يكن قويا ولكن المباراة أقيمت في توقيت صعب وعلى ملعب أرضيته أسوأ وهو ما يجعل النتيجة مقبولة، مشيرا ديانج إلى أن الهدف الذي سجله خلال المباراة كان نتيجة عمل جماعي من الفريق. ديانج يتحدث عن المنافسة في الأهلي وعن منافسات الفريق المقبلة. قال إليو ديانج إن كل مباراة لها إعدادها وترتيبها الخاص بها، والأهلي يضم مجموعة مميزة من العناصر التي تعمل على تنفيذ فكر الجهاز الفني. ووجه ديانج الشكر إلى جماهير الأهلي مؤكدا أن الجميع يؤدي بقوة من أجل إسعادهم بالبطولات، متمنيا استمرار دعمهم وتتويج الفريق بكل البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة. الأهلي يغادر النيجر على متن طائرة خاصة ويخضع لمسحة كورونا. غادرت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي مطار ديوري هاماني في النيجر منذ قليل في طريق العودة إلى مصر بعد انتهاء مهمتها في نيامي بعدما فاز الأحمر على سنديب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنرال سيني كونيتشي في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث حرص السفير المصري في النيجر نبيل مكي ورئيس نادي سنديب محمد شيجا على مرافقة بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى المطار. ومن المقرر خضوع بعثة النادي الأهلي لمسحة كورونا بمجرد وصولها إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة. موعد مباراة الأهلي وسنديب في إياب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا. وكشف مدير الكرة في الأهلي خلال تصريحاته عن موعد مباراة الإياب بين الفريقين والتي كان الاتحاد الأفريقي كاف قد حدد لها أحد أيام 5 و6 يناير القادم، موضحا أنه تم الاستقرار على إقامة المباراة يوم الثلاثاء
5 يناير القادم بعد التحدث مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاحمر. موعد مباراة الاهلي القادمة امام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 7:30 مساء الاثنين القادم باستاد الاهلي والسلام موعدا لمباراة الاهلي القادمة مع الاتحاد السكندري ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز. غضب في سموحة بعد تأجيل القمة وموعد مباراته امام الزمالك. علق المهندس محمد فرج عامر رئيس إدارة نادي سموحة على قرار تعديل مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز وتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المنتظر إقامتها يوم الاثنين القادم، والتي وضعت نادي سموحة في مواجهة الزمالك. وقال فرج عمرو في تصريحاته: نعترض على مواجهة الزمالك في ذلك الموعد ونطالب بمبدأ تكافؤ الفرص. وتساءل فرج عمرو: كيف نخوض مباراة أمام الزمالك بعد 72 ساعة والزمالك يحصل على راحة 11 يوم، مطالبا بتوفير العدالة اللازمة من أجل نجاح المسابقة. وأضاف عامر: أجدد احتجاجي على موعد مواجهة الزمالك بعد 3 أيام في وقت حصل الزمالك على راحة كافية، أكن لهم كل احترام، ولكن نحن نادي يمتلك لاعبين من حقهم الشعور بالعدالة في الحصول على الراحة الكافية بين المباريات. فرج عامر قام بتقديم احتجاج رسمي لاتحاد الكرة ليعلن اعتراضه على مواجهة الزمالك بعد 72 ساعة. موسيماني أشكر الأهلي على الدعم ودوري الأبطال سيظل في الجزيرة. أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على ثقته الكبيرة في نجاح فريقه في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه يتلقى دعما كبيرا من اللاعبين وإدارة القارة الحمراء خلال محنته الصعبة حاليا والتي يعاني منها بعد إصابته الأخيرة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي الإصابة التي حالت دون قيادته الفريق خلال مباراتي غزل المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري وأمام سنديب بطل النيجر في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا. وعلق موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: عندما ضربني فيروس كورونا لم أكن أتوقع الحصول على دعم أفضل مما وجدته في الوقت الحالي من الجميع. موسيماني أشكر جماهير الأهلي والإدارة واللاعبين على هذا الفوز الثمين. وأضاف: أشكر اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وجماهير القلعة الحمراء ومجلس إدارة النادي على الفوز الأول الذي حققه الفريق خارج الأرض في مستهل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا. واختتم موسيماني: إن شاء الله سيبقى الكاس حيث هو الآن عندما تنتهي تلك المسابقة. وأخيرا محمد صلاح بابتسامة في تدريبات ليفربول تحسم شائعات رحيله عن ليفربول. ظهر محمد صلاح النجم الدولي المصري وهداف فريق ليفربول بابتسامة مشرقة في تدريبات الريدز اليوم الأربعاء قبل مواجهة فريق ويست بروميتش البيون مساء الأحد القادم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة ال15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وجاءت ابتسامة النجم المصري محمد صلاح صاحب 28 عام على خلاف المزاعم والأنباء التي تشير إلى وجود رغبة قوية لدى صلاح في مغادرة جدران الريدز بعد تصريحات الأخير مع صحيفة آس الإسبانية التي كشف من خلالها عن استيائه من عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتلاند ببطولة دوري أبطال أوروبا. وفي سؤال موجه للنجم المصري صاحب 28 عام حال احتمالية انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد أو برشلونة أجاب: كل شيء وارد في المستقبل. صلاح يحتفل بالكريسماس قبل مواجهة ويست بروميتش. وشهد تدريب فريق ليفربول اليوم احتفال صلاح ورفاقه لاعب ليفربول بأعياد الكريسماس مرتديا قبعة عيد الميلاد رفقة باقي لاعب الريدز بملعب التدريبات. في الختام مشاهدينا الكرام ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ادعم الفيديو بلايك نوصله لأكبر عدد من محبي القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.